السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم خبز الدار يجي شباب. نعطيكم المقادير ونقولوا بسم الله يا ربي ونبدو على بركة الله. عندي هنايا زوج زلايف تاع فرينة، وعندي مغرف تاع خميرة الخبز، مغرف سكر، كاس حليب، كاس ماء، حبة بيض نفصل الصفر على البياض، وشوية تاع ملح. هنايا غادي ندير الخمارة، وغادي ندير السكر اللي هي ملعقه خمارة الخبز وملعقه تاع سكر، وغادي ندير شويه تاع ماء، يكون الماء يكون دافي. غادي نزيد ندير شويه تاع حليب يكون دافي تاني. غادي نخلط هذو المكونات مليح، نحركهم مليح. غادي ندير 2 معالق تاع فرينه اللي هو الدقيق الابيض، غادي نزيد نحركهم مليح، وغادي نغطيهم ونخليهم يريحوا قد 10 دقائق هكا، ومن بعد نعاود نكمل الطريقه معاكم. هذا الخبز يجي ما شاء الله، يجي شباب، يجي روعه. هنايا غادي نغطيه ونخليهم يتضاعف الحجم تاعهم غير شويه، ونعاود نكمل معاكم. هنايا غادي ندير 2 معالق تاع زيت، ما قلتهمش معاكم في المقادير. وغادي ندير بياض بيضه، وغادي نقعد نحرك فيها دوك المكونات. غادي نكمل هذاك الفنجان تاع الحليب. نتوما تبغوا تضاعفوا المقادير ولا تقلوا، هذا الشيء يقعد عندكم. غادي نزيد هذاك الماء الدافي تاني نديره معكم. عارفين راه شويه تاع البردوكه على قلنا ندفوا الماء والحليب. غادي نزيد ندير الملح، وهنا نقعد نرمي في الدقيق الابيض، وغادي نجمعها بليديه ونعجنها مليح بليديه كما تعجنوا الخبز العادي. هنا درت ملعقه تاع خميره الحلويات، نسيت ما حطيتها لكم شو المقادير. وغادي نقعد نجمع فيها هذه كل المقادير كاع، نجمعهم مليح. نزيد الزلافه الثانيه. انايا الكاس تاع الحليب والماء جمع لي العجينه، جمعها لي ما زدت لا دقيق ما زدت لا ما، جاتني الشان، ما جاتني لا جاريه لا ناشفه. وانتوما الا كان خاصكم الدقيق زيدوا، جاتكم قسموا تاني زيدوا شويه ماء ولا شويه حليب. انا نعجن هادو نعجنها مليح كيما من تعجنوا الخبز. ايوا نغطيها ونخليها تخمر. هنا بعد ما خمرت لي العجينه التخمير الاول، غادي نزيد نخوي منها هذاك الهواء اللي كان فيها، ونزيد نعجنها غير شويه بليديه، ونعاود نخليها تاني تخميره الزوجه. نخمرها الخطره الزوجه الخطره الثانيه تاني. هنا تاني نعاود نفس الطريقه، نغطيها وندفيها مليح بالسربيته تاع المطبخ تاع الخبز. هنا بعد ما خمرت لي الخبز تاع التخميره الزوجه، جبدتها وراني ندير فيها كويرات صغار. وهنا السنيوه تاعي غادي ندهنها بالزيت، وغادي نورق هذاك العجين، نحل العجينه تاعي. الشكل اللي بغيتوه نتوما، تبغوا ديروها دائريه ولا ديروها الشكل كيما تبغوا نتوما. انا درتها على هذا الشكل، نحليتها بالوراق ورقتها.
هنايا انا كنت التليفون تاعي كان شويه، كنت حاسبه روحي راني نصور مليح، وهو التليفون كان ما كانش قاعده بلي العجين نيشان. المهم غادي نشرح لكم. انا غادي نحلها كيما هكا بالوراق ونقعد نشكل فيها كيما غادي نجيب كي تجيبوا فنجال ولا كاش حاجه هكا ترشموا بها، وغادي نقطعها هكا على هذه الطريقه، نديرها كي شغل الورده. انا غادي ندير معاكم زوج خبيزات ان شاء الله يا ربي تكون وصلت لكم الفكره. ما كنتش باغي نصور حتى الدقيقه التاليه وجبت التليفون قعدت نصور، قلت نشاركها معكم. مخاش تجي شابه تجي خفيفه ان شاء الله تشربوا بها القهوه، ولا تجي كيما البريوش، تجي شابه تشربوا بها القهوه ولا تاكلوا بها الحريره وكاع خفيفه، ماشي ما تجي لا معجنه من الداخل، ما تجي فيها لا عجين بزاف الداخل لا والو، تجي شابه تجي خفيفه. انا غادي نكمل كيما هكا على هذه الطريقه. والصفر تاع الحبه تاع البيض اللي بقالي غادي ندربه شويه بالفرشيطه، وندهن الخبز تاعي على الوجه هذاك ندهنه، وتزينوا تبغوا ديروه هكا تبغوا تخلوها سامبل، ونزينه بحبه الحلاوه ولا السانوج ولا السمسم اللي عندكم، ولا تخلوها هكا ثاني معليش، ونخليها تخمر ثاني المره الثالثه. ومن بعد نسخن الفرن تاعي عادي كيما تقدروا طيبوا الخبز تاعكم، وندير الخبز تاعي طيب. هنايا هي الخبز تاعي بعد ما خمر غادي ندخله يطيب، وهذا هو الشكل النهائي تاع الخبز تاعنا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم. وبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.